بوتين ما تلعبش معاه، بوتين ما تلعبش معاه. على هذه بنقول انه هذه الزياره هي زياره كل المخاوف. اي شيء قدر يحصل تبون مع بوتين، يقدر يروح تبكف يجي دوك على هذا كلام مقتطف من فيديو داروا يعني هشام عبود على الزياره ديال تبون لروسيا، وقال بان يعني شرح فيه الشخصيه ديال تبون. قال لك يعني شخصيه مهزوزه، سيد ما عندوش شكوين، ما عمره ما احتك يعني ملفات يعني ديال التنازع. تبون يعني ماشي في مستوى باش يتكلم مع يعني مع بوتين. وتبون يعني عنده بزاف ديال الاخطاء اللي ما يقدرش يعني ما يقدرش يعني بوتين يتجاوز عليهم. وبقى تيشرح بان يعني بوتين يعني ديجا كان دار واحد المواقف طريفه مع زعماء ديال دول يعني قويه. تكلم على يعني ماكرون اللحظه فاش كان وقع اللي وقع، وكان هو ماكرون عنده في روسيا وشار ليه بالصبع ديالو بواحد الاهانه ورجعوه. بقى غادي يعني قدامه بمسافه ديال 50 متر حتى دخلوا لواحد الصاله، وهذيك الصاله يعني فيها واحد الطاوله يعني قال لك فيها واحد 50 متر، وجلس هو في قنت والاخر في قنت يعني. وقال لك يعني بوتين ما عمره ما تيدير شي حاجه اعتباطيه، وانما يعني بحركات تيحاول يدوز بها يعني رسائل اللي ما تحتاج يعني تكون يعني بالكلام. وكانت هذيك إهانة يعني واحد الإهانة لماكرون والفرنسا بصفة عامة. ولا عطى مثال يعني يعني ميركل يعني الزعيمه في الوقت ديالها ديال المانيا. وتعرفوا شنو هي المانيا؟ او اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي. وهانها بواحد الطريقه اللحظه فاش كان دخل مع الكلب لهذيك الصاله وكان مستقبلها، وكان بغى يدوز لها واحد الرساله حقاش اصلا عارفه بان عندها فوبيا من الكلاب، وجابوا اكسبري باش يضغط عليها. يعني تقول لك هادو زعماء ديال دول كبار ويعني وما احترمهمش. فما بالي يعني تبون لي شخصيه مهزوزه. الجزائر اللي دوله منعزله اللي كانت متذبذبه، لا هي معاه ولا هي مع الاتحاد الاوروبي ولا هي مع امريكا، يعني تتلعب هنا وتتلعب هنا، وكان جامع عليها بزاف ديال الحوايج. وهذا دليل على بان يعني هذه 6 شهور وما استقبلش فيه لا تبون لا شنقريحه. هاد المشيه اللي مشى فيها تبون ما هي الا غتكون يعني فيها بزاف ديال القرابين غادي يديهم تبون باش يقدمهم، وباش يقدمهم على باش يقدمهم لروسيا، باش يعني روسيا تعاطف مع الجزائر. وتقول المحللين بوتون عاد يقبل هذاك القرابين لحقاش محتاج الفلوس بزاف بزاف بزاف، محتاج بزاف. ولكن عاد يغرق الجزائر بواحد يعني بواحد الالتزامات، وخاصه اذا كان هذاك الاتفاق الاستراتيجي توقع. وعاد يطلبوا منهم مدخل يعني افريقيا، وهذه هي الكارثه. عاد يدفع بهم باش يبقى واحد التنازع بينهم وبين فرنسا، حقاش فرنسا ما تقبلش بروسيا دير قواعد ولا تكون ممر، يعني تكون الجزائر عباره عن ممر يعني تضرب به يعني جهات اخرين. بوتين قال لك دابا في واحد المواقف لا تحسد عليها. والى فيديو لاحق دمتم في حفظ الله.